دمتي ديمقراطياويت إرترا دمتي ديمقراطياويت إرترا بتغرينيان عربينيان زقالح دمتي حارنتن فتحن ديمقراسن لعلنا حقن أب إرترا كبرات خطاتلتي مدبات دمت ديمقراطياويت إرترا أبمول عالم تركبو كما يتغنيو دمت ديمقراطياويت إرترا أبنايلو معالتي ترخبون تنتنان زبل مدبا كال أي ملأختين بدكتور أبي أحمد حزات لكم تقرب سناي مكتتال كال أي ملأختي دمت ديمقراطياويت إرترا ناب دكتور أبي أحمد أب فينفيني زتسرحي حولتي راس تفري قدسنتو زمل كديو ويسرحو هياو كوينو نبر تباهيلو زتسرحي مبرهي مجمريانتهم زي فلتو راس تفري شمناي حتسي هايدا سلاسي مخانو نفلت راس تفريانس زبهالو دما شموم كابوز واتسخوينو نهايلا سلاسي كم يسوس كريستوس مدحانينا ايو بمالت زملخو سبات ايوم انت فينفيني زبل شم بغانقا رومينيا خوينون عديس آبا زتواه بشم ايو كساب لمون عديس آبا بأرومو فينفيني تباهيلا تتوى دحرز مبرهي ابكندو قدائنا خنملس نسود ما أبي أحمد مستقومتي إثيوبياوان أبزقبرو ركب بزعبا مسرح حولتي هاتسي هايلا سلاسي أب مدبر حبرات هاقرات أفريقيا أملكيتو خزارب كله بزخون أكال نهايلا سلاسي بحماق ملعل ني إثيوبيا مدفار مالت إيو إثيوبيا كم بتتان زتمحرت هاقر إيا كمو انت زي كون إثيوبيا نشح عمتات حدنة حلياق تنبر أي مخالتن كايدي مؤزوزنت بتيخو كاب حقفو أديو زواتسسب دما عب حقفو أديو نخملس ناي جيزي حطو تراي إيو زدلي إلو تزاريو لكعيو قدماي منستر أبي أحمد أبزيني إثيوبيا بزح بالدهوتات زقات مدلو زلو أوان كم مراحينا يزهاجر زترخبع عدلات تتقيمو حدنة إثيوبيا نمعقاب قدا إثيوبياويان حدنة هاجروم كبارات عن سمعتاتهم كالعلن قدن إيو يخوننبر كم ززا مسألة زربا بتخاتات علي سرعتات إثيوبيا هايلا سلاسون زلوهم نعمائت عامتات أبلع الهزبي كون إلكازو وردوو زي فتحاوي تكبارات إيو مالت چقونان أفلالاين حسمن زحادقو أسرات كم ززا مسألة زربا بقللو زشفن وي زرسع أيكونن انتنا هاتسي هايلا سلاسي حاولتي مسرح كاوشتاوي قديتاتات زيادة قداماوي قديتاتات زمتسو نقر كخوني خيل بحالتينا مهنياتو دما مسمى مسرات حدش هنسا مدبر حورات هاقرات أفريقيا ناي أفريقيا مرحتينا توم مسرات تحدنة أفريقيا ناي مذكرتا حاولتتات كسر رح مزداليو هايلا سلاسة دما حاد خاب سلزغوني نزنجر مسوشت أو قدايات إثيوبيا زتأساسر يخون انبر أبقال متأيق تغلاي منستر أبي أحمد زقر من زسدم من نجر زي خمزز عمسالة قداي بدرجة وتأن وشتن كم تصوز إلناي زي مقبال قبر ملسي ساقير كام الزراب إيو حق ادم ايو هاتس هايلا سلاسي كم كلهم مرحتينا توتصبقن حماغن اللو كابزب مبقاس دما بوشت او مداي ابناتو زمن منقسته هزباو سوراتاتن حد وقعاتن زلعا علي بزوح قفعتاتن جقونان تفتسيمو بمليونات زغطرو املا إثيوبيا بفلاي دما اوروميا تግራይ صوماليان عفارن ولون بتميت تعصيدوم ايو كمت اب موداتا اب شحن 947
ንስርዓቱ ዝደምስስ ናይ ደርግ ሓይሊ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ተፈቲኑ እዩ። እቲ ዘገርም ድማ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝድምስስ ናይ ደርግ ወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ምስ ሰውራ ኤርትራ ዝገጥም ዝነበረ ካልኣይ ክፍለ ጦር ብምንባሩ ፍሉይ ኣቓልቦ ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ብሕማቕ ምልዓል ንኢትዮጵያ ምድፋር ማለት እዩ ምባሉ ናይ ምንጻጉ ወይ ምቕባሉ ጉዳይ ቅድሚ ካብ ወጻኢ ምምጽኡ ብውሽጢ ብኢትዮጵያውያን ዝተነጸገን ዘይቅቡልን ነገር እዩ። ምክንያቱ ንምሳሌ ደቂ ኦሮሞ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ልዕሊ ምሁራቶምን ፖለቲካዊ ተንቀሳቐስቶምን ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ከምኡ ድማ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ኦሮሞ ብጊዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ጅማ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ትፍኖ ዝነበረት ብጊዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝቆመት መደበር ሬድዮ ምስ ተዓፀወት ምክንያቱ ንምፍላጥ ናብ ሃይለ ስላሴ ከይዶም ምስ ሓተቱ ሃይለ ስላሴ ቋንቋ ኦሮምኛ ንሬድዮ ስለ ዘባላሹ ጠጠው ኣቢልናዮ ኢሉ ዝመለሰሎም ናይ ንዕቀት መልሲ ኣይርስዕዎን እዮም። ከምኡ ድማ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ኣብ ሶማልያ ትግራይ ወሎ ዓፋርን ደቡብን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጭቆናን ኣረሜናዊ ተግባራትን ብዛዕባኦም ዘይምግዳስን ምድንቋሮምን ኣይርሳዕን። እቶም ሃይለ ስላሴ እንዳረኣየን እንዳሰምዐን ብጥሜት ተጠቂዖም ዝተለሓሱ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣህዛብ ንምርዳእ ዘይምግዳሱ እውን ዝሕክኽ ኣይኮነን። ስለዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ግዴ ሃይለ ስላሴ ይኹን ንግስነቱ ዘለዎም ተረድኡ ሓደ ከም ዘይኮነ ንስኻ ቅድሚ ካልኦት ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ጉዳይ ኮይኑ ንዕኡ ናይ ዝኽሪ ሓወልቲ ምስራሕ ብዘይገድስ እውን በቲ ዝተጠቐሰ ምኽንያታት ካልእን ሓደ ዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ይኹን እምበር ደቂ ኦሮሞ ብፍላይ ብፖለቲካዊ ምኽንያታት ነቲ ሕጂ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ ጥንቁቕ ኪዳን ንግዚኡ ንምዕቃብ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ መንጎ እዘን ክልተ ብሄራት ዝነበረ ዝምድና ደማዊ እኳ እንተነበረ ሸለል ይብልዎ ይኾኑ። ስለዚ ድማ ክቡር ሚኒስተር ግላዊ ሚዛንካ ነዚ ፖለቲካዊ ኩንነት እዚ ኣጸቢቑ የጉልሖ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለ ስላሴን ኢትዮጵያን ብሕማቅ ክለዓሉ ዘይትደሊ እንተደኣ ኮንካ ካብ መደበር ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ሃይማኖታዊ ቅዱስ ቦታ ምግባርን ኣብ ልዕሊ ቀብሪ ራስ ተፈሪ ህንፃ ምስራሕን የድልየካ። ሽዑ እዩ ድማ እቲ ኣብ ጀማይካ ደቡብ ኣሜሪካ ዘሎ ንራስ ተፈሪ ቅዱሱን መድሓንን ምዃኑ ዝኣምን ምንቅስቓስ ኣመንቲ ራስ ተፈራውያን ቀብሩ ክሳሎሙን ክበፅሑን ዝመፁ። ሽዑ ድማ እዩ እቲ ንራስ ተፈሪ ምኽፋእ ወይ ብሕማቕ ምዝካር ኣብ ክንዲ ንኢትዮጵያ ምኽፋእ ንራስ ተፈራዊነት ጥራሕ ዝኸውን። ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ንሽሕ ዓመት ወይ ድማ ካልኦት ከም ዝብልዎ ን3000 ዓመታት ሓድነታ ዝሓለወት ትብላ ዘለኻ ኢትዮጵያ ግን ሓቅነቱ ብዘይገድስ ኣብ ኣፍ ልቢ ሰብ ኩናት ብምትካልን ሃይማኖታውን ብሄራውን ባህላውን ቁጠባውን ፖለቲካዊ ምግፋዕ ብምዝውታር ንኣህዛብ ኢትዮጵያ ጥምየትን ድንቁርናን ፍርህን ሃይማኖታውን ዓሌታዊ ኣፈላላይ ዘውረሰት ኢትዮጵያ ኮይና ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ኣሰራቱ ኣይተላቐትን ዘላ። ስለዚ ክቡር ሚኒስተር ሓደ ህዝቢ ይኹን ሃገር ብጓንጓ ፍኸራን ዕውር ምልዓልን ትርጉም ኣልቦ ጭርሖታት ኣይሃንፅን። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ትምኒትካ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዱልዱል ሓድነት ንምፍጣር እንተደኣ ኮይኑ ብርቱዕ ዱልዱል ሃገር ብጥዑም መደረን ታሪኻዊ ነበርያ ነበር ምትንታንን ዝመጽእ ኣይኮነን። ከምንተ ዝኸውን ኣህዛብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣይምወደቑን። ስለዚ እቲ ዝድለ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ሕጂ ንኢትዮጵያ ዘሳቕያ ዘሎ ሽግራት መርሚርካ መፍትሕታት ምቕማጥ ጥራይ እዩ። ከምቲ ዝበሃል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊካዊ ህላዌ ካብ ዝረጋገጽ ነዊሕ ዓመታት ሓሊፉ ክነሱ ኣብ መንጎ ብሄራትን ሃይማኖታትን ክፍልታት ኣህዛብ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምብልላዕን ደማዊ ጎነጻትን መንፈስ ዕብለላን ናይ ፍልጠትን ስልጣንን ድሕረትን ፈኸራን ዝተራእየ የልቦም። ከም ርኢቶና
هركوت زتوهاد هزبي بناء عوج الروحتاتن أبزحي حيلي موكاسن بسلت أنكا مفرهن مجقوانن زي كونس بسممعن ونوع مرحن حقاو سرعاتن إيو زهنت كبر مينستر هاتسي هايلا سلاسي بواتساي بفلاي دما بعين هزبي إرترا انت خوينو كم تنسخات بلو ملعالو مخفاء نهزبي إيجابيا زي كونس ناي وقع قبنينيا دما وباقتا عبلعل هزبي إرترا استفال علي قفعتات زفت سمق أتالي مراح قزائيت إيجابيا إيو زغتر زد ما إيو بحتصيرو تاريخو مس هزبي إرترا سلازي نحنا ناي زقف عنيا مراحي حولتي ابن كل أحزاب أفريقيا زوكل مدبر حدنة أفريقيا مسرح أطبيقنا نخنن إرترا دما عبتن نقفعتن مسارحتومن زخبر محبر أبال مخان أي محرلان كبر منستر انت إرترا بحقفو أدي أنا مملاستن بيتاتكا هزب إرترا اتي بشفاتو هايل سلاسي قبل عليو زورد جاملاو هلكتن من دادن محرتن مزماتن نسدت مستطحن فتسيمو ايرسوعن ايو نتي إرترا مريت هامبر هزبا ايد لينان زبل زنبري جرحو هايل سلاسي اون هاتسبيغو ايو زذكر نسخان تلاوخينكا كوبر منستر كابتو تاريخاوي بحقي إيجابيانا ايح بحري تبقيسكا كمو دما بتي ديكتاتور إسياس نهاجراو لولاونت إرترا بمدفر زقبرو زلو زحفر من بركخ تتقيمكا زتفل علي قطباو سمعاتن وعلاتن بمفتسامكا كمون أباه قراون زوباون مداياتن إرترا موكالكان حادة سراويت نمهناتن حادة بديبلوماسيا وكلنا مقبار دليتكا خمزلكا ون مقلاتكا عمج الرشاد ما إرترا نبديا إثيوبيا قتملسيا إلكا بمزرابكا نحلمتاتكا عاويلكا اختزاربلو مسلكا إيو كبر منستر درجة حلمتاتكا قن لطق انتبالي يحيش مغنياتو هزبي إرترا لومي كابزخوني خون جيزين العلي أبلعليو استفتسامي حدت بنتصور تردي والله نسخا اتوم تخاتاتلتي غزاتي إيجابيا بحيل برت نمعواتو زي كالو نجر سياس بقعدتن وديتن كفتشمو مقالو كامو دما مغزاتي إيجابيا بحيل مريت كعوتو زي كالي ناي هزبي مبرارن متكاتا ممتاين بوليسي سياس بزتحت درجة كفتشمو مقالو إرترا أب أديات من لزلا خوينو ترديوكا علو يخون مبر اتنعاخا يخون سياس زي برهالكم نجر هزبي إرترا هاجرو إرترا خي تمسرتت كلا عبستفل علي وقنات إرترا نورارات غزاتي إيجابيا كلا خلص أنيحو إيو أبلعلتي بودبات إرترا أبيلون إيجابيا زخيز نبرا وحطوم كي ترفي كارت يغفلوم نيرو نزين مردا دما نوبيح كي كان يقربا تاريخ توكس كمو دما هزبي إرترا اتسف زي بالمسواتاتون معوتات دقون كبر منواتون زهابلو جغننتا وقالسو بفتصوم زرسع ايكونن بسنكتي كاب ولودونا بولودو اندات تسغاغر زخيد زتناوح سدت زحلفو زلو حصار مكرا اون ايرسعن ايو از كله دما من هاجراو نصانتون سباو خبرتون إلو زهابو واغا ايو سلازي كحتي زغبرو انت غبرو تغمتاتهم نمعوات اون انت توايايو هزب إرترا نهاجراو العلاونتو كم محلاو فلكت ايبلن ايو كبر منستر إرترانا بإثيوبيا تملس كساب شعود ما عد ما ينتهيبوكا هزب إرترا نراس تفراوينت تختلو هايلا سلاسي قدس مخانو مسأمنن عامت زسالم ولو حاولتي مسرحلو ترائيو زرقاقت زي الرقاقت مالت دما زبت ايو دمتي ديمقراسياويت إرترا انت عمرتي يكون ما خو حمدنا احلفنا ينهدن نتقب ماي بحرنا الذي دمايو فسكمنا يبرت مسواتي خفلنا قربنا يحارنا
حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل زمهرتن حتبركا تاش كله متفاحل نعنى تأكب قدينا نحلل كبرات سمعتنا نايلوم معلتي ناي تقرينيا مدبنا أبزين زازم ناب اتسالي ناي عربينيا مدبنا نسقاقركم سنة مكتتال صوت إريتريا الديمقراطية صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية ونقدم لحضراتكم تعليقنا السياسي التالي: إقامة النصب التذكاري للرئيس تفري مكنن في فنفنة، هل هو تقديس لذاته أم تخليد لدوره؟ رسالة ثانية إلى معالي رئيس الوزراء الإثيوبي دكتور أبي أحمد. توطئة: لمن لا يعرفون الرأس تفري هو اسم الإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي، والذي اشتقت منه الحركة الراستفارية اسمها، وهي التي ترى في شخص هايلي سلاسي نبيا ومخلصا وتجليا للمسيح عليه السلام. أما فنفنة فهو اسم مدينة أديس أبابا العاصمة الإثيوبية بالأورومية، ولا يزال الأوروميون إلى اليوم يطلقون فنفنة على أديس أبابا. بعد هذه التوطئة ندلف إلى موضوعنا، وهو ما جاء في لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد مع أحزاب المعارضة الإثيوبية مؤخرا حول إقامة نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي في مقر الاتحاد الإفريقي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الإساءة للإمبراطور من أي كانت تعد إساءة لإثيوبيا، وأن إثيوبيا عصية على التمزيق، ولو كان ذلك ممكنا لما حافظت على وجودها طوال 1000 عام كدولة موحدة. وأضاف أن من شق عصا الطاعة وخرج من حضن إثيوبيا يوما ما فليس بينه وبين العودة سوى الزمن. بالطبع من حق ومسؤولية رئيس الوزراء الإثيوبي ألا يفوت فرصة إلا ويستغلها من أجل تجييش عواطف الإثيوبيين لتعظيم مشتركاتهم للحفاظ على وحدة إثيوبيا التي تتهددها الكثير من التحديات في الوقت الراهن، غير أنه يصعب إخفاؤها أو تجاوزها بمثل هذه التصريحات التي لا تقيم عدلا ولا تزيل غبنا وظلما وتجهيلا متعمدا خلفته الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بما فيه عهد هايلي سلاسي على امتداد إثيوبيا عبر القرون. أما مسألة إقامة نصب تذكاري للإمبراطور هايلي سلاسي ربما أملته ضرورات خارجية أكثر منها داخلية وفق تقديرنا، حيث من الممكن مع إنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقي أن يكون القادة الأفارقة قد تواضعوا على إقامة نصب تذكاري للزعماء المؤسسين للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم بالطبع هايلي سلاسي. إلى هنا قد يكون الأمر شأنا داخليا إثيوبيا يمكن تفهمه، ولكن محاولة استباق ما قد يثيره هذا الإجراء داخليا وخارجيا من ردات فعل مستهجنة نحوه
هو ما يثير الاستغراب والاستهجان معا في حديث رئيس الوزراء الإثيوبي. فمعلوم أن هيل سلاسي كأي زعيم له ما له وعليه ما عليه، وانطلاقا من ذلك فإن عهده على صعيد الداخل الإثيوبي حافل بمظالم وجرائم كثيرة أدت إلى ثورات شعبية وحروب أهلية ومجاعات أودت بالملايين في عموم إثيوبيا، لا سيما في أقاليم أوروميا وتيغراي والصومال والعفر، فضلا على انقلابات عسكرية متكررة نجحت في الأخير القضاء على حكمه في عام 1974. والمفارقة أن القوة التي قادت انقلاب نظام الدرج العسكري الذي أنهى سنوات حكم هيلة سلاسي كان قوامه الجيش الثاني المتمركز في إريتريا والمنخرط في مواجهة الثورة الإريترية، ولهذا دلالاته. إذن فإن اعتبار رئيس الوزراء الإثيوبي الإساءة إلى هيلة سلاسي هي إساءة لإثيوبيا بالتلازم في تقديرنا مرفوضة من الداخل الإثيوبي قبل أن تكون من خارجه، حيث لا يمكن أن ينسى الأوروميون الجرائم التي ارتكبها في حقهم وفي حق مثقفيهم وناشطيهم السياسيين، كما لا ينسون الاستخفاف بعقول أعيانهم الذين ذهبوا إلى هيلة سلاسي يوما ما مستفسرين عن سبب إغلاق الإذاعة الناطقة بالأورومية في مدينة جمة التي أنشأها الإيطاليون إبان احتلالهم لإثيوبيا، عندما رد عليهم هيلة سلاسي بالقول أن اللغة الأورومية تحطم الراديو ولذلك قمنا بإغلاقها. كما لا تنسى الشعوب الإثيوبية الأخرى في كل من الصومال والتيغراي والعفر والجنوب الاستغلال الوحشي والهيمنة القسرية والإهمال والتجهيل المتعمد وسنوات الجوع التي أودت بحياة الملايين من تلك الشعوب على مرأى ومسمع هيلة سلاسي الذي لم يحرك ساكنا لمساعدتهم وتخفيف وطأتها عليهم. لذلك نقول لك معالي رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، أنت قبل غيرك تدرك أن الإثيوبيين ليسوا على قلب رجل واحد إزاء دور هيلة سلاسي وحكمه، وبالتالي لن يكون موقفهم تجاه تخليد ذكراه من خلال إقامة النصب التذكاري أيضا موحدا للأسباب التي أشرنا إليها وغيرها، ولكن تجاوزا وانطلاقا من الواقعية السياسية ربما الأورومو يغضون الطرف عن هذا الإجراء لخدمة التحالف الحذر القائم بينهم وبين الأمهرة في الوقت الحالي، على الرغم من الصراع الدموي الذي صبغ العلاقة بين القوميتين عبر التاريخ. وموقفك الشخصي هذا سعادة الوزير يجسد هذه الواقعية السياسية خير تجسيد. معالي رئيس الوزراء، إذا كنت تريد أن يسلم هيلة سلاسي وإثيوبيا من الإساءة فلك أن تقيم مزارا دينيا وضريحا على قبر الرأس التفري وبعيدا عن مقر الاتحاد الإفريقي. عندها ربما ستجد حركة الراستفارية في دولة جامايكا في أمريكا الجنوبية التي ترى في الإمبراطور هيلة سلاسي قديسا ومخلصا تتخذ منه مزارا ومحجا، وحينها ستكون الإساءة للرأس تفري إساءة للراستفارية وليست لإثيوبيا. وأما التباهي بوحدة إثيوبيا على مدى 1000 عام كما ذكرت و3000 عام كما يذكره البعض، بغض النظر عن صحتها من عدمه، فلم تقم إلا على حد السيف والهيمنة والاضطهاد الديني والقومي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي أورث الشعوب الإثيوبية فقرا وجهلا وذلا وتمييزا على أساس العرق والدين، وما زالت تعاني من آثاره إلى اليوم. فالتباهي الأجوف والتحريض الأعمى والشعارات الزائفة لا تصنع أمة واحدة. سيادة الوزير، معالي رئيس الوزراء،
إذا كنت تتطلع إلى وحدة حقيقية راسخة بين الشعوب الإثيوبية، فعليك أن تبحث عن جذور الأزمة التي تعانيه إثيوبيا وتقوم بمعالجتها بدلا من اللجوء إلى الخطب الرنانة واستدعاء الأساطير التاريخية. فلو كانت الأساطير تبني دولة فاعلة لما كان حال الشعوب الإثيوبية على ما هي عليه اليوم. برغم السنوات الفلكية من التواجد الجغرافي كما تدعون، لم تراكم سوى الصراعات الدموية وعقلية الهيمنة بين مكوناتها القومية والدينية والتخلف المعرفي والحضاري. في تقديرنا، التطلع إلى بناء أمة فاعلة ومتجانسة لا تبنى بشعارات المنتصر والاتكاء على قوة العدد وسلطة الحديد والنار، وإنما على التراضي ورشد الحاكم وعدالة الحكم. وخارجيا وتحديدا لدى الشعب الإريتري، فإن هيل سلاسي يعتبر مجرم حرب وسفاك وقاتل ورئيس دولة محتلة مارس أبشع أنواع الجرائم في حقه، سواء فهم ذلك على أنه إساءة للشعب الإثيوبي كما ترى أنت سيادة الوزير أم لا، لأنه ببساطة هذا تاريخه مع الشعب الإريتري. لذلك فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات إقامة نصب تذكاري لقاتل في عقر دار الاتحاد الإفريقي الذي يفترض أنه يمثل الشعوب وليس الحكام المستبدين. ولا يشرفه أي الشعب الإريتري أن تكون بلاده عضوا في اتحاد يخلد الاستبداد وأدواته. أما تنبؤ معالي الوزير بالعودة المرتقبة لإريتريا إلى حضن إثيوبيا، فلم ولن ينسى الشعب الإريتري المجازر والإبادة الجماعية والحرق والنهب والتقتيل واللجوء الذي ارتكبته عصابات هيل سلاسي في حقه، كما لم ولن ينسى شعار هيل سلاسي: نريد أرض إريتريا وليس شعبها. أما أنت يا معالي الوزير، فمن حقك أن تطلق العنان لأحلامك استنادا على الأطماع التاريخية الإثيوبية في البحر الأحمر، واستنادا أيضا على التنازلات المشينة التي قدمها ويقدمها لك الدكتاتور إسياس في حق السيادة الوطنية الإريترية. منحتك صلاحية إبرام عقود واتفاقيات اقتصادية وتمثيل إريتريا في المحافل الدولية والإقليمية، ثم لتحلم بتكوين جيش وتمثيل دبلوماسي واحد، إلى أن وصلت في تصريحك الأخير هذا بعودة إريتريا إلى إثيوبيا. نقول لك معالي الوزير، خفض من مستوى أحلامك، فالشعب الإريتري يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى بفداحة الغدر الذي مورس عليه، وأن ما فشلت فيه الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بقوة السلاح حققه إسياس بالغدر والخيانة. كما أن سياسة التهجير والإحلال الذي فشل فيه أيضا الاحتلال الإثيوبي بالقوة النارية من خلال حرق القرى والممتلكات تمكن من تحقيقه إسياس بمستويات قياسية جعلتك يا سيادة الوزير تتوقع بقرب عودة إريتريا إلى إثيوبيا. ولكن مع كل ذلك ما فات عليك وعلى الدكتاتور إسياس معالي الوزير بأن الشعب الإريتري وقبل أن تكون له دولة قاوم أطماع أباطرة بلادكم حتى فرض عليهم دفع الأتاوات على البضائع العابرة من الموانئ الإريترية إلى داخل إثيوبيا. ولك وله أن تراجعا التاريخ القريب وليس البعيد في هذا الشأن. كما أن الشعب الإريتري لا يمكنه أن ينسى التضحيات الجسيمة بالنفس والنفيس والبطولات الفذة لأبنائه البررة، كما لا ولن ينسى مرارة اللجوء المتطاول والمعاناة الإنسانية على مدى أجيال، والتي كانت مهرا مستحقا لاستقلاله الوطني وكرامته الإنسانية. ولذلك لن يفرط الشعب الإريتري في سيادته الوطنية قيد أنملة برغم كيد وتآمر الخائنين والطامعين.
ونؤكد لك معالي الوزير أن عودة إريتريا إلى إثيوبيا لن تتحقق إلا إذا تحول الشعب الإريتري إلى فكر حركة الراستفارية واعتبر هيلة سلاسي قديسا. عندها ليس فقط سيعود إلى حضن إثيوبيا إذا عمرت إلى ذلك الوقت، بل سيجعل من النصب التذكاري للراستفاري مزارا دينيا سنويا له، وهذا أمر مستحيل. صوت إريتريا الديمقراطية. مالي حقر السبع اللواح أباي زكلا خل كبراز حلواح لومي كنت مالي حقر السبع اللواح أباي زكلا خل كبراز حلواح كسرتن كله ناي كمان زكيرة تاريخ ناي جانو معرفات كنزيلة كسرتن كله ناي كمان زكيرة تاريخ ناي جانو معرفات كنزيلة ترايون بعيني تعيش المنسي أظلمونا فيه زبالة مسي ترايون بعيني تعيش المنسي قراتونا فيه زبالة مسي مالي حقر سبع اللواح أباي زكلا خل كبراز حلواح لومي كنت مالي حقر سبع اللواح أباي زكلا خل كبراز حلواح عدلي عيت قماري عمريت يقان وعطيا مفتاري أيوة عدلي عيت قماري عمريت يقان وعطيا مفتاري ما يا يوززنا نغرى يوزقادل ويلو عماتي نزيعات بدل ما يا يوززنا نغرى يوزقادل ويلو عماتي نزيعات بدل كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسناي متساي مدباتنا كسابنا الرخب سلام كني دمت ديمقراسياوي إرترا.